يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش واول مره يشوفني. انا لونا، تابعوني على قناتي واعملوا اشتراك القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. تعالوا النهارده هنتكلم عن منتجين مهمين جدا انا استخدمتهم دول عن تجربه شخصيه. لو انت حامل وعلى وش ولاده، المنتجين دول مهمين جدا يكونوا عندك، ودول الخلاصه قلتلك من الاخر بجد. طبعا في حاجات تانية هنكون محتاجينها. ممكن ابقى اعمل لكم فيديو مجمع لكل المنتجات اللي بنحتاجها قبل الولادة. بس الاتنين دول بجد نينجا. اول حاجة، دي حاجة لازم تكون موجودة معاكي في شنطة البيبي اللي هتحضريها وانتي رايحة تولدي. دي فوط دي عايزة اقول لكم عن تجربة شخصية بجد حلوة جدا. كمان هي قطن ملمسها ناعم، وكمان ما فيش تسريب فيها، حجمها حلو كمان جدا. الفوط دي الباكيتين مع بعض هي عليهم عرض، الاتنين دول ب100، سعرها 100 مش للواحدة، للاتنين. ده كان عرض كده، والباكت الواحدة بيبقى عبارة عن 10 فوط، الاتنين مع بعض 20، يعني كل واحدة فيها 10. فطبعا انت هتحتاجي كتير، لان انتوا طبعا عارفين وقت الولادة من بعد الولادة وفترة النفاس بتاخد بناخد وقت، يعني عقبال ما الدم اللي بينزل ده يخلص. الفوطة حلوة جدا ممتازة بجد، عن تجربة شخصية عجبتني، وكمان مفيش منها اي تسريب. هطلعها لكم دلوقتي بس هي معصلجة هي كلها قرن وما بتسببش كمان اي التهابات خالص. ولو هي مش متوفرة، في حاجة تانية برضو كانت حلوة انا جربتها برضو، اللي هي ريلاكس. انا مش معايا الكيسة بتاعتها حاليا، بس ريلاكس حلوة جدا. دول احسن فوط بعد الولادة تستخدميها لفترة النفاس. هي دراي وريلاكس، مفيش دراي ريلاكس، الاتنين تحفة، الاتنين حلوين جدا، ودرجة الامتصاص بتاعتهم حلوة جدا، مفيش اي تسريب. فدول بجد عن ثقة، يا دراي يا ريلاكس. في بقى الكريم القمر ده في منه روايح كتير على حسب طبعا نوع البشرة بتاعتك، بس ده كان ممتاز حلو جدا. هو بيجي كده الانبوبة بتاعت الكريم، وبيجي معاه ده الحجم الكبير، ده كريم لإزالة الشعر. طبعا انتوا عارفين يا بنات لما بتبقى في اخر فترة كده خلاص قربنا على الولادة، ما بتقدريش تعملي طبعا سويت، فده اسهل ليكي بكتير قوي. بتيجي معاه الحاجة بلاستيك كده عشان تسهل عليكي انك تفرديه على الجلد، وبعد ما بتخلصي بتفرديه على الجلد وبتستني، وبعدين بتستني 5 دقايق 10 دقايق لحد ما الكريم يعمل مفعول وبيشيل شعر. بتشطفي جسمك بقى بميه، وبعدين بترطبي بالزيت ده. هو بيجي معاه 4 اكياس من الزيت ده، بترطبي جسمك بيهم وبس كده. طبعا احنا ما بنستخدمش الكريم ده على طول، بنستخدمه في الوقت ده، لان هو مع الوقت مع التكرار ممكن يسمر الجلد، فبلاش يعني بلاش نستخدمه على طول. انا بقى يعني بستخدمه وبرشح ان احنا نستخدمه للبنات اللي داخله على ولاده، لان السويت هيبقى صعب جدا. حتى لو تستخدمي شفرة هتبقى صعبة، فدي احسن حاجة واسهل حل تستخدميه وانتي داخلة على ولادة. وده احسن نوع كريم انا استخدمته بجد تمام قوي، فانا برشحه لكم. وبس كده، ويا رب يقوم كل بنوتة يا رب كده حامل وقربت كده على ولادة، يا رب تقومها بالسلامة، اللهم امين يا رب العالمين.